في المحكمة الشاهد بيقف قدام القاضي ويقول أشهد، وفي الشركات المحاسب يقف قدام الأرقام وقدام كل تقرير بيطلعه كأنه بيقول أشهد إن ده هو الواقع. خلي بالك إن المحاسبة مش مجرد تجميع أرقام وخلاص، المحاسبة هي صياغة رواية مالية عن الحقيقة. والسؤال مش هل إن التقرير ده مظبوط فنيا ولا لأ، السؤال الحقيقي التقرير ده عادل ولا لأ. ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. اتأمل الكلمة عدل، ما قالش ذوي خبرة ولا ذوي مهارة، ذوي عدل، يعني الميزان الداخلي في قلبه مستقيم قبل ما الميزان الحسابي يتظبط. وربنا كمان قال ولا تكتموا الشهادة. الشهادة مش بس كلمة في المحكمة، الشهادة إنك ما تخفيش جزء من الصورة، إنك ما تلمعش رقم عشان يبان أجمل، إنك ما تسكتش عن مخاطرة عشان التوقيت مش مناسب. أحيانا الضغط مش بيطلب منك تزور، بس بيطلب منك إنك تختار زاوية عرض مريحة، إنك تأجل اعتراف أو تخفف تحفظ. وهنا الاختبار الحقيقي بيبقى إن هل التقرير ده بيعكس الحقيقة ولا بيعكس رغبة معينة. والمحاسب مش مجرد موظف بيقفل فترة مالية، هو شاهد على عدالة العرض وعلى أمانة القياس وعلى نزاهة التقدير. والشاهد ده لو غير شهادته بيغير مصير قرار وبيغير مصير الناس. في مقام الشهادة بنقول إن السكوت تغيير، وإن التجميل تحريف، وإن الميل البسيط بيغير كفة كاملة. في رمضان ده وإنت بتراجع عباداتك راجع كمان شهادتك، لأن كل رقم هيتقفل في السيستم بس أثره هيفضل في الميزان. خلي تقريرك شهادة عدل، وخلي توقيعك طمأنينة. والمحاسب الحقيقي مش بس اللي بيعرف يحسب كويس، لكن كمان اللي بيعرف يقف قدام الحقيقة وما يزورهاش.